يا صباح الفل. كلنا عارفين ان احنا عندنا مميزات وعندنا عيوب، وكلنا برضو بنتمنى ان اللي حوالينا يتقبلونا بعيوبنا قبل مميزاتنا، وكلنا برضو الا القليلين مننا بيلاقي صعوبة في ان هو يتقبل الاخر على عيبه. طيب، هو انا ليه محتاج اني اتقبل اللي حواليا او الاخر على عيبه او بعيوبه؟ لانه بمنتهى البساطة التغيير ده مسؤولية كل واحد عن نفسه. محدش فينا هيغير الاخر، ولو حد معتقد ده فهو واهم وهيحرق بنزين على الفاضي. محدش فينا بيغير حد، تغيير مسؤولية كل واحد عن نفسه. اذا عشان انا اعرف اعيش الحياة بشكل اكثر سلاما مع نفسي ومع اللي حواليا، محتاج اكتسب مهارة مهمة جدا، وهي مهارة تقبل الاخر على عيبه. طيب، اعملها ازاي دي؟ انا جاي النهارده اقول لكم على 4 حاجات او 4 افعال نفسيه لو احنا بنعملهم مع نفسنا هنعرف نتقبل او هنعرف نكتسب مهاره التقبل والتعاطف مع الاخر بسهوله. ايه هما؟ اول حاجه السماح لنفسي بالتجربه والخطا، واني اتعلم من التجربه دي. يعني عادي اجرب، مخافش اني اغلط، اجرب واغلط واتعلم. السماح لنفسي باني اقع واقوم من تاني. السماح لنفسي بالتعبير عن مشاعري بمنتهى الوضوح، ايا كانت المشاعر دي، مشاعر سلبية او مشاعر ايجابية. السماح لنفسي باني بشر، يصيب ويخطئ، بيتوب ويتعلم، بيغلط ويعتذر. ال4 سلوكيات دول لو احنا بنعملهم مع نفسنا هنلاقينا تلقائيا قلبنا اتملى بالحب والرحمة والمغفرة، وبقينا ده بيطلع للي حوالينا بمنتهى السهولة من غير مجهود، لانه خلاص قلبنا اتملى بالرحمة والحب. بقينا بنعمل ده مع نفسنا، فخلاص ما بنلاقيش صعوبة في ان احنا نعمله مع اللي حوالينا، وبينعكس في تقبل الاخر على عيب، وبالتالي ده هينعكس على جودة حياتنا وعلاقاتنا في العموم. اذا الموضوع مرتبط بيا انا، ملوش دعوة باللي حواليا، عندي انا. بنشوف ازاي قد ايه ان احنا بشوية سلوكيات بنقدر نعملهم مع نفسنا، ده بينعكس على علاقاتنا مع اللي حوالينا. وهم دول ال4 افعال النفسية اللي احنا محتاجين نعود نفسنا عليهم عشان نعرف نكتسب مهارة تقبل والتعاطف مع الاخر. يومكم مليان بالحب والرحمة والغفران. سلام.